كلوب طلب نجما بالاسم، وبايرن ميونخ اختار منقذه. سوق انتقالات تاريخي لنجوم المنتخب المغربي تعرف على أنديتهم الجديدة. من المتوقع أن يكون سوق الانتقالات الشتوي في عام 2023 هو أنشط سوق انتقالات في تاريخ اللاعبين المغاربة، لما لا وهناك العديد من أبطال الإنجاز البطولي في المونديال الأخير على وشك مغادرة أنديتهم إلى فرق أفضل في أوروبا. وبات من المنتظر أن نرى مزيدا من الأسود في بطولة دوري أبطال أوروبا وباقي البطولات الكبرى في القارة العجوز. انتقالات إلى برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ وغيرها من الأندية، فمن هم النجوم المتوقع تحركهم في يناير؟ وأي الأندية رصدت أبناء وليد الركراكي؟ تابع مقطع الفيديو وسوف تعرف. سفيان مرابط. مسيرة لاعب وسط الميدان الدفاعي قبل المونديال شيء، وبعد مباريات البطولة شيء آخر، لذلك انتظروا تحولا كبيرا في مشوار مرابط عما قريب، خاصة أن الأندية التي راقبته في البطولة ليست هينة أبدا. والحديث هنا عن كشافين لنادي توتنهام اللندني وفريق ليفربول برغبة من المدرب يورغن كلوب، الذي سوف يحركه الرأي الإيجابي لمساعده السابق هاريسون كينغستون والمنتقل إلى الجهاز الفني لأسود الأطلس في كأس العالم. حكيم زياش. حاول نادي ميلان التعاقد مع جناح نادي تشيلسي طوال الصيف الماضي، ولكنهم فشلوا في الاستجابة لمطالب البلوز، ومن المحتمل وفق ما نشرته الصحف الإيطالية أن يعود الروزونيري بعرض أقوى في الشتاء واستغلال رغبة اللاعب نفسه في مغادرة ملعب ستانفورد بريدج. عز الدين أوناحي. صاحب 22 عاما هو اكتشاف المونديال الأبرز والأهم، لذلك ليس مستغربا أن يكون لاعب أنجيه مستهدفا من قبل أندية الدوريات الإسباني والإنجليزي والإيطالي، وحتى الآن هناك صف من الفرق يقف وينتظر أن يشير له أوناحي بالإيجاب، ومن ضمن المهتمين فرق مثل ليستر سيتي وإشبيليا والإنتر. ياسين بونو. نظرا لكون جوليان لوبيتيغي حارس مرمى سابق، فقد آمن بموهبة ياسين بونو ومنحه الوقت، ولكن بعد رحيل المدرب الإسباني من المنتظر أن يفكر بونو في مغادرة إشبيليا، خاصة إذا اكتملت الفرصة التي تحدثت عنها الصحف. وجاء نادي برشلونة وطرق الباب في ظل بحثه عن حارس تنافسي للألماني مارك أندري تير شتيغن، كما أن إدارة بايرن ميونخ أعلنت دخولها في سوق الانتقالات للبحث عن حارس بديل للمصاب مانويل نوير، وقد رشحت صحيفة بيلد صاحب جائزتي رجل المباراة في المونديال. يوسف النصيري. أبدع مهاجم إشبيليا في أدوار المهاجم المتحرك خلال البطولة، وأي مدرب يبحث عن رأس حربة يكون أول عنصر في المنظومة الدفاعية الناجحة، فمن المحتمل أن يضع ابن مدينة فاس ضمن الترشيحات، وحتى الآن يبقى فريق ويست هام الإنجليزي الأقرب للتحرك نحو النصيري. يحيى عطية الله. الظهير الأيسر المميز لفريق الوداد مرشح للسفر إلى أوروبا، وبعدما كان فريق ريال بلد الوليد على وشك ضمه خلال البطولة، بات الآن هناك أكثر من مطارد، من ضمنهم نادي فرايبورغ الألماني الذي تواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب المغربي. سليم أملاح. لن يكمل اللاعب الوسط المغربي مسيرته في الدوري البلجيكي لأبعد من شهر يناير، ومن المنتظر أن يأتي الخطاب بكثرة لفريق ستاندرد دو ليغ من أجل التعاقد مع صاحب 26 عاما، وحتى الآن يتصدر نادي فالنسيا الإسباني المشهد. لا تنسوا دعم قناتي على اليوتيوب بسبسكرايب. هاي أنا وليت كنقول فاعلوا خاصية الجرس، كنت غير كنسمعها. المهم تعاونوا معايا حتى أنا نشري مرسيدس. تهلاو.